لأول مرة من سنين محمد صلاح يقعد 3 ماتشات ورا بعض على الدكة، وجماهير ليفربول مش فاهمة ازاي النجم الأول للفريق يبقى بره الاحتياطي. Done so much for this club. Everybody can see that during the years and especially last season. Sitting on the bench, I don't know why. Seems like a club is throwing me under the bus. That's how I felt it, how I feel it. I think it's very clear that someone wants me to get all the blame. But the club promised me in the summer for a lot of promises and nothing. So far, I'm in the bench 3 games, so I can't say that they keep the promise. And والأقوى من كده كلام محمد صلاح واتهامه للنادي إنه رماه تحت الحافلة. إيه اللي بيحصل بين صلاح والمدرب أرني سلوت؟ وليه العلاقة وصلت للدرجة دي؟ خليني أحكي لك القصة كاملة. now, but again, it's how I see it now is like it's like you throw Mo under the bus because he's a problem in the team now. But I don't think I'm the problem. I have done so much for this club to get the respect I want to get, and I don't have to go every day fighting for my position because I earn it. People will say, "Oh, you're not bigger than." I'm not bigger than anyone. I earn my position. This is football. So. محمد صلاح غاب عن آخر 3 مباريات كاملة مع ليفربول. المباراة الأولى كان على الدكة وما شاركش خالص. المباراة الثانية نفس السيناريو. المباراة الثالثة الفريق كان محتاج هدف ومع ذلك أرني سلوت المدير الفني لليفربول رفض يشاركه في المباراة. الجماهير هنا بدأت تسأل ليه صلاح مش بيشارك في المباريات؟ هل هو إصابة أو قرار فني ولا خلاف ما بينه وما بين المدير الفني؟ الغريب هنا والجديد ان محمد صلاح بنفسه خرج بتصريحات قوية والأول مرة قال انه اترمى تحت الحافلة وانه مش فاهم ليه بقى خارج الحسابات فجأة، وقال كمان انه قدم للنادي كتير وانه مش متوقع يتعامل بالشكل دوت. واضح جدا العلاقة بينه وبين سلوت المدير الفني وصلت لمرحلة توتر كبير جدا. وهنا كان أرني سلوت حاول يبرر الموقف بتاعه وقال ان صلاح زي اي لاعب وان التشكيل بيتحدد حسب الخطة، وقال ان الفريق كان محتاج السيطرة على الكرة وان دخول صلاح في الوقت دوت ما كانش ضروري وقتها. تصريح خلى الجمهور يغلي اكتر لانه بيتكلم عن هداف الفريق التاريخي. وهنا نسأل نفسنا سؤال، هو هل فعلا في تعنت وعناد فعلا ما بين المدير الفني أرني سلوت مع اللاعب محمد صلاح؟ لو بصينا للصورة كاملة هنلاقي ان صلاح كان من افضل لاعبي ليفربول الموسم اللي فات. فجأة 3 مباريات بره التشكيل، تصريحات متوترة من صلاح وتصريحات مبهمة جدا من سلوت. الفريق بدون صلاح بيضيع نقط سهلة جدا ومهمة جدا، وده يخلي ان التحليل المنطقي للموقف دوت ان في خلاف داخلي او سوء تفاهم كبير او تعنت من سلوت فعلا ضد محمد صلاح. وبعد اللي حصل دوت الصحافة بدأت تتكلم عن رحيل صلاح في يناير او نهاية الموسم، وفي فيديو ظهر كأنه بيودع الجماهير. هل ده معناه النهاية محمد صلاح مع ليفربول ولا صلاح هيرجع أساسي تاني؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. وهنا أنا عايز أتكلم عن بعض الدروس المستفادة ليك أنت كلاعب كرة قدم. النهاردة احنا شايفين خلاف ما بين أفضل لاعب ومن أفضل اللعيبة اللي موجودة في العالم وما بين المدير الفني بتاعه في نادي كبير جدا زي ليفربول. هنا المدير الفني حط محمد صلاح بره التشكيل 3 مباريات متتالية. هنا نستفاد ان محمد صلاح كان موقفه موقف مهم جدا وحاجة كده من الرقي وحاجة من الثقافة الرياضية والروح الرياضية. هنا محمد صلاح ما طلعش شتم في المدرب بتاعه او اهانه او اهان النادي، بالعكس تصريحات محمد صلاح كانت من نوعية التصريحات الذكية جدا، وكان بيتكلم ان هو قدم الكتير جدا للنادي خلال السنوات اللي فاتت. وهنا المعاملة لازم تكون بالمثل، زي ما انا قدمت للنادي كل مجهود وما بخدتش بنقطة عرق واحدة من أجل تحقيق بطولات كتيرة لليفربول، فالنادي حاليا دلوقتي بيتعامل مع محمد صلاح معاملة غريبة شوية. اللي استفاده من هنا إن أنت كلاعب كورة لما تشوف موقف محمد صلاح هنا حط نفسك مكانه. محمد صلاح ليه أسلوب لعب معين، وهو إن هو ما بيقدرش يدافع بشكل كبير في المباريات، يعني بنسبة 75% هجوم
وبنسبة 25 فقط دفاع. فهنا محمد صلاح بيفرض اسلوب لعبه ويفرض اسلوب طريقة معينة على المدرب خلال المباريات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المدرب هنا المطلوب منه ان هو يغطي الناحيه الدفاعيه لمحمد صلاح لان هو مش بيأديها بشكل كامل. فالمطلوب ان هو يقدم من خط وسط ليفربول اللي هو اللاعب 6 او 8 او 10 ان هو يميل ناحيه محمد صلاح بحيث ان هو يغطي في الناحيه الدفاعيه. اسلوب محمد صلاح في اللعب هجومي اكتر. محمد صلاح بيعتمد على المساحات، بيعتمد على الانطلاقات، الكره الطويله بتتلعب له في مساحه فاضيه بيبدا يخترق ويجيب جول او يديك اسيست لزميله المهاجم نجيب جون في بالظبط من خلال لمستين 3 بكتير جدا. لكن محمد صلاح واجباته الدفاعيه ضعيفه جدا. فاكيد هو ده الخلاف اللي موجود ما بين ارن سلوت المدير الفني لليفربول مع محمد صلاح، ان هو عايز يطبق فكر جديد مع الفريق، وده مش هيتناسب مع طريقه لعب محمد صلاح. وطبعا محمد صلاح من نوعيه اللعيبه اللي لازم تتعامل معامله خاصه لان هو عنده مميزات هجوميه خارقه، فلازم المدرب يكون مدرك الجزئيه ديت. لكن هنا ارن سلوت بيحاول ان هو يطبق فكر جديد، طريقه جديده ما تعتمدش على لعيب معين، ودي من وجهه نظري عادي متاح. لكن ما ينفعش ان انا اخسر لعيب بقدر محمد صلاح في المباريات ديت، وبدليل ان النتائج اصبحت سيئه جدا. محمد صلاح بيجبر الفريق والمدرب بتاعه ان هو يعمل اسلوب لعب وطريقه لعب معينه حسب طريقه لعب محمد صلاح، ودي من الامور مش الوارده باستمرار في بعض الانديه. لكن هنا ارن سلوت المدير الفني لليفربول بيحاول يطبق طريقه لعب جديده، طريقه تشكيل جديد، طريقه جديده بالنسبه للهجوم وبالنسبه للدفاع، والطريقه دي مش مناسبه مع نوعيه اللاعب محمد صلاح. هنا في خلاف في الجزئيه ديت. محمد صلاح بيهتم بالنواحي الهجوميه اكتر عن النواحي الدفاعيه. هنا ارن سلوت محتاج ان هو يوفر مجهود خط وسط الملعب بحيث ان هم كانوا دايما بيميلوا على محمد صلاح بحيث ان هو في الهجمه بيشتغل وبيزيد، ولما الهجمه بتيجي عليهم او بتتقطع ويبدا حاله الدفاع بيبدا خط الوسط يتحرك وفي المساحه اللي ورا خط ظهر محمد صلاح. فطبعا ده لود ومجهود كبير جدا على خط وسط ليفربول، وده مش مناسب او مش مريح المدرب ارن سلوت مدرب ليفربول. فهنا الخلاف كبير جدا، واعتقد ان هي مش هتتحل غير بتغيير مدير فني او ان محمد صلاح يبدا يهتم بالنواحي الدفاعيه، وده امر طبيعي جدا وده اللي هنشوفه الفتره الجايه. لكن هنا احنا لازم نتكلم عن حاجه مهمه جدا مش هتلاقي اي حد بيتكلم فيها، وهو تصرف محمد صلاح مع الموقف دوت. لو اي لاعب تاني مكان محمد صلاح واتحط في الموقف دوت وقعد 3 ماتشات بره التشكيل الاساسي وحتى ما شاركش كاحتياطي، اظن لو اي لعيب تاني كان زمانه انفجر بتصريحات مسيئه للنادي ومسيئه للمدرب، وقعد يغلط في المدرب ويقول عليه ده ما بيفهمش او مدرب اي كلام. لكن هنا محمد صلاح تصرف مع الموقف بشياكه وبرقي وبثقافه رياضيه. We don't have any relationship. I don't know why. It seems to me, how I see it, it's someone doesn't want to be in a club. But again, this club I always support it. My kids will always support it. I love the club so much, and I will always do. Now I called my mom yesterday because I knew you guys didn't know that I'm gonna start or not, but I knew. بمعنى محمد صلاح طلع واتكلم وقال ان دوت انا قدمت للنادي امور كتيره جدا، مجهود كبير جدا، جبت للنادي بطولات كتير جدا، مش هو ده المقابل اللي انا كنت منتظره من اداره النادي. وايضا انا بكل كل الاحترام للمدرب بتاعي ارن سلوت على قراره الفني. دي حاجه خارقه من محمد صلاح انه يقول كده في وسط الزعل الجماهيري والشغف الجماهيري بعدم مشاركه صلاح في المباريات. فطبعا هنا موقف جامد جدا من محمد صلاح، عجبني جدا رد فعله، وقال كمان ان انا في المباراه القادمه هستدعي والدي ووالدتي من مصر هيجوا يتفرجوا على المباراه، سواء محمد صلاح شارك في المباراه او ما شاركش فهو هيستمتع بالمباراه، وان هو بعد المباراه ديت هيسافر لكاس الامم الافريقيه. I called my mom yesterday because I knew you guys didn't know that I'm gonna start or not, but I knew. I called my mom and dad yesterday. I told them come to Brighton game. It doesn't matter if I play or not. I'm gonna enjoy it. We'll see what's gonna happen, but in my head I'm going to enjoy that game if I played or not, if I'm in the bench or not, because I don't know what's gonna happen now. So I'm just gonna be in Anfield, say goodbye to the fans, going to Africa Cup,
because I don't know what's gonna happen when I'm there. ومش عارف ايه اللي هيحصل بعد الفتره ديت. علامه تعجب على قرارات محمد صلاح وعلى تصريحاته، ولكن انا بحييه فعلا، ودي حاجه مش جديده عن محمد صلاح، ولازم انت كلاعب كوره تتعلم منه ازاي الثقافه الرياضيه بتوصلك ان انت تتحكم في الثبات الانفعالي بتاعك، وانك ما تخرجش بتصريحات او تنفعل على المدير الفني بتاعك او على النادي بتاعك، لان مهما كان المدير الفني او النادي ليهم فضل عليك اكيد. فلازم هنا يكون عندك ثبات انفعالي في ان انت تتعامل مع المواقف ديت ازاي. هل اتعاملت بالمواقف اللي زي ديت اللي حصلت معاك، هل تعاملت فيها بانفعال وبعصبيه، ولا كان عندك ثبات انفعالي وتعاملت بشياكه وبثقافه رياضيه وبكل رقي؟ قيس نفسك وشوف ايه الموقف اللي انت اتحطيت فيه، وهل الموقف ده انت اتحطيت فيه قبل كده ولا لا، وكان رد فعلك ايه. الموضوع ده مهم جدا، ان احنا لازم يبقى عندنا ثبات انفعالي مع المدرب بتاعي، مع الحكم في المباراة، ان انا مع عمري ما اتلفظ بالفاظ خارجة او اقول كلام جارح لشخص اكبر مني مقاما وثقافة، حتى لو المدرب دوت حسيت ان هو ظلمك. والايام الجاية خير دليل على مين اللي هيكون صح، هل المدير الفني ارن سلوت ولا محمد صلاح. ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه، وهيبان ازاي الموقف دوت هيعدي على ليفربول وعلى اداره ليفربول وعلى اللاعب محمد صلاح والجهاز الفني والمدير الفني. فقولوا لي في التعليقات، هل سلوت هيفضل بيتعنت مع محمد صلاح ومع عنده مش هيشاركوا في الماتشات، ولا الموضوع مجرد رؤيه فنيه وهتتغير مع الوقت؟ وهل شايفين ان صلاح لازم يرحل عن ليفربول في انتقالات يناير القادمه ولا لا؟ وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعاب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لاصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك او سؤالك في الكومنت وانا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.